أهلا وسهلا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وسلام دايما. الحلقة بتاعت النهاردة جميلة وخفيفة كده، وفي نفس الوقت مهم جدا وتعتبر من أهم الحلقات. هنتكلم فيها عن التسامح. ايه ممكن يحصل لك لما تسامحي؟ مين الشخصية اللي بتقدر تسامح ومين الشخصية اللي مش بتقدر تسامح أبدا؟ الشخص اللي بيأذيكي ده بيأذيكي ليه؟ هل لو حد أذاني في حياتي لازم أسامحه؟ وليه أسمح لنفسي أنه أسامح شخص دمرني وكان سبب في حزني وتعستي في يوم من الأيام؟ مين يستاهل أسامحه ومين ما يستاهلش أسامحه، وحاجات تانية كتير عن التسامح في حلقة النهاردة. خليني أقولك الأول إيه ممكن يحصل لك لما تبقي شخص متسامح عشان أشجعك أكتر على التسامح. لما تبقي شخص متسامح ده هيخليكي عندك سلام داخلي. مشاعرك الأساسية هتكون مشاعر السكينة والراحة وهدوء الأعصاب. ثقتك في نفسك هتزيد لأن مفيش جواكي طاقات كراهية أو ظلم لأي حد. هيأثر جدا على صحتك الجسدية لأنك هتتخلصي من مشاعر التوتر والغضب. باختصار كده يعني لما تسامحي هتعيشي في سلام. وطبعا التسامح له درجات، بتختلف درجة التسامح من شخص لآخر. التسامح الحقيقي ده مرحلة متقدمة جدا من الوعي، والتسامح مش ضعف. الضعيف ما يقدرش يسامح أبدا. ممكن يقول إنه بيسامح ولكنه في الحقيقة بيتنازل مش بيسامح، لأن التسامح الحقيقي ما يقدرش يعمله غير الناس اللي شخصيتها قوية مش الضعيفة. فعشان تكوني متسامحة لازم تكوني قوية، لازم تكوني بتعرفي تاخدي حقك لما حد يأذيكي. عشان تكوني متسامحة لازم تكوني بتحبي نفسك حب حقيقي، لازم تكوني عارفة قيمة نفسك كويس. أما اللي ما يقدرش يسامح هو الشخص الضعيف اللي بيسمح لغيره إنه يأذيه مرة والتانية والتالتة بدون ما ياخد حقه، اللي بيسمح لغيره إنه يتعدى عليه بدون ما يوقفوا عند حده. وقتها مش هتقدري تسامحي، لأن دورك أصلا مش إنك تسامحي، دورك إنك تبقي قوية، إنك تاخدي حقك، إنك تقولي لأ، إنك ما تسمحيش لحد إنه يتطاول عليكي. وقتها دورك إنك تحبي نفسك حب حقيقي، وبعدها هتكوني جاهزة ومستعدة للتسامح الحقيقي. لأن التسامح مش إنه تقولي أنا مسامحة وخلاص، لا. التسامح الحقيقي إنه تسامحي من جوه بجد، إنه تحرري كل طاقات الألم والغضب والحقد اللي جواكي تجاه اللي أذاكي، عشان كل الطاقات دي بتضرك انتي. فانتي لما تسامحيه انتي كده بتفيدي نفسك قبل ما بتفيديه هو. كده بتحبي نفسك وبتقدريها وعارفة قيمة نفسك كويس، فما بتقبليش على نفسك انه تشيلي جواكي طاقة سلبية بتاعت حد مؤذي جواكي. طيب هل اللي أذاكي في حياتك لازم تسامحيه؟ وليه تسمحي لنفسك انه تسامحي حد أذاكي؟ مش كده انتي بتظلمي نفسك؟ اول حاجة لازم تعرفي انك لما تسامحي حد انتي مش بتسامحيه عشان هو كويس ولا عشان هو يستاهل خالص، ولا عشان هتستمري معاه في العلاقة وعايزاه تاني في حياتك. انتي بتسامحي عشان نفسك انتي، لان عدم مسامحتك لشخص اذاكي مضر ليكي انتي مش مضر ليه هو، لانه بيخلي جواكي شعور بالانتقام من الشخص اللي اذاكي. نفسك تشوفيه كده بيتعذب زي ما عذبك، نفسك يحصل له كارثة كده عشان تحسي انه حقك رجعلك، نفسك يتحط في نفس الموقف اللي حطك فيه عشان يحس بألمك. متضايقة كده ومتغاظة منه، نفسك تشوفيه بيتألم عشان ترتاحي. نفسك الأيام تعدي وتشوفي حاجة وحشة حصلت لأولاده مثلا، وقتها ترتاحي وممكن ساعتها تسامحيه. فكل طاقات الغضب والحقد والألم اللي جواكي دي بتأذيكي انتي فوق ما تتخيلي، ومع الوقت ممكن تسبب لك أمراض جسدية كمان. طيب ازاي يا ياسمين عايزاني أسامح حد أذاني؟ ده دمرني، ده خلاني كنت بموت من الألم، خلاني أعيش أوحش
أيام حياتي. طيب انت عارفة ان الشخص اللي أذاكي ده هو أكتر إنسان مفيد ليكي، وكل ما الأذى كان قوي كل ما الشخص اللي انت بتقولي عليه مؤذي ده فايدته ليكي بتزيد أكتر وأكتر. لو حد اتصرف معاكي تصرف يأذيكي نفسيا مثلا، معنى كده ان مش هو اللي أذاكي، معنى كده انه انت اللي فيه وجع جواكي، وهو كل اللي عمله انه اتك على الوجع اللي جواكي ده وفعله عندك. عارفة أنا بشوف الموضوع إزاي بجد؟ يعني تخيلي كده لما حد ياخد من وقته ومن عمره ومن حياته ومن مجهوده ومن طاقته عشان بس يعلمك حاجة، عشان بس يخليكي تشوفي في إيه جواكي اللي انتي رمي عليه تراب ومتجاهلاه ومش عايزة تشوفيه. فهو كل اللي عمله إنه حرك جواكي الألم اللي موجود جواكي عشان محتاجة تتعلمي حاجة معينة، عشان محتاجة تطوري من نفسك من شخصيتك عشان تبقي أحسن وأحسن. فمش هو اللي سبب ليكي الألم، انت اللي جواكي ألم أصلا، فبالتالي هتجذبي ليكي المزيد والمزيد من الأشخاص والأحداث والمواقف اللي تفعل عندك كل الألام اللي موجودة جواكي لحد ما تفوقي لنفسك ولا اللي جواكي وتعرفي انه في حاجة جواكي محتاجة تتغير، محتاجة تفهمي الدرس وتعرفي ده بيحصل معاكي ليه. اسألي نفسك اللي أذاكي ده أذاكي ليه؟ ايه اللي وجعك في الموضوع؟ ايه اللي محتاجة انك تتعلميه؟ وايه اللي محتاجة انك تغيريه جواكي عشان الألم ده يروح وعشان ما يتكررش معاكي نفس الأحداث اللي بتسبب لك الألم ده. فبدل ما تخلصي طاقتك في انه تحاولي تنتقمي منه او انه تحطي نفسك في مكان يخليكي تعاني اكتر واكتر ويسبب لك كارما وحشة تأذيكي بعد كده في حياتك، شوفي الموضوع بشكل تاني. شوفي انه هدية من ربنا ليكي جاي يكشفلك كل حاجة جواكي محتاجة تتطور وتتصلح. ولو فهمتي الدرس وتعلمتيه واتطورتي وسامحتي بعدها بنفس مقدار الألم اللي حصلك بنفس مقدار السلام الداخلي اللي هتوصلي له، وقتها هتشكري الشخص اللي أذاكي ده لما تعرفي الحكمة الحقيقية اللي هي خير ليكي طبعا من كل الأذى اللي حصل ده. طيب لو سمحتي شخص والأذى اتكرر معاكي تاني مع نفس الشخص أو حتى مع أشخاص مختلفة، يعني يبقى المشكلة لسه متصلحتش للأسف. يعني ما ينفعش مثلا حد يضربك وتقولي طيب خلاص أنا سامحته عشان أنا شخص متسامح بس هو لسه بيضربني برضو. ينفعش حد يسرقك وتقولي أنا سامحته بس لسه بتعرض للسرقة برضو من ناس تانية مختلفة. ما ينفعش حد يتطاول عليكي وتقولي أنا سامحته والناس كلها بتتطاول عليا برضو. أحب أقولك إنه هنا دورك مش إنك تسامحي خالص، هنا دورك إنك محتاجة تشتغلي على كل ده الأول، بعدين نبقى نشوف موضوع التسامح ده بعدين. هنا دورك إنك محتاجة تكوني شجاعة إنك تقولي لأ لأي حد بيتطاول عليكي. دورك انك تكوني قوية، انك ما تسمحيش لحد انه يمد ايده عليكي مهما كان هو مين. هنا دورك انك توقفي اي حد بيأذيكي عند حده وتعرفي حدوده كويس، انك تحبي نفسك، انك تقدري نفسك، انه تعرفي قيمة نفسك كويس اللي ربنا خلقها معززة مكرمة وانتي بتسمحي لغيرك انه يأذيها. عشان ما طولش عليكي وما كررش الكلام تاني، في 3 حلقات هيفيدوكي جدا في الموضوع ده، اللي هم حلقة ازاي احب نفسي، وحلقة ازاي اعرف انا بحب نفسي او لا، وحلقة ازاي اخليه يحبني. تمام، هحط لك اللينك بتاعهم في صندوق الوصف تحت عشان لو مهتمة يعني وحابة تغيري الحاجات دي جواكي. وبعد بقى ما تطبقي كل الكلام ده وقتها هتكوني قوية ومتسامحة، بتاخدي حقك بقوة وفي نفس الوقت متسامحة، تدافعي عن نفسك بكل ما تملكي وتكوني متسامحة برضو، تحطي حدود لأي حد يفكر انه يتطاول عليكي، هتكوني متسامحة برضو، لان المتسامح هو الشخص اللي عنده كل الامكانيات اللي يقدر ياخد حقه بيها.
أما الضعيف المكسور المضحي اللي يسمح لغيره ياخد حقه ويسكت، ويسمح لغيره يتعدى عليه، وعايز تضربني اتفضل اضرب ومسامحاك، وقتها هتبقي انتي اللي بتظلمي نفسك ومحدش غيرك بيظلمك غير نفسك. وقتها تستحقي ان الحياة تبعتلك المزيد والمزيد من الاشخاص اللي بتأذيكي وتاخد حقك، لانك ببساطة انتي اللي سمحتي بده انه يحصل. مفيش حد في العالم كله له سلطة عليكي غير اللي انتي سمحتي له ان يكون له سلطة عليكي. طيب لو حد أذاني في إنه أخد حقي مثلا، أو إنه أخد مثلا حاجة تخصني غصب عني، سرقني، نصب عليا، يبقى لازم أجيب حقي منه ولو كان في بطنه. أفتح له بطنه كده بكل ذوق وبكل احترام وأجيب حقي، وبعد ما ياخد حقي أو أرجع حاجتي المسروقة مثلا، خلاص كده أنا فهمت هو عمل معايا كده ليه. عمل معايا كده عشان محتاجة أكون شجاعة وأجيب حقي، يبقى فهمت رسالته ودرسه ليا، يبقى وقتها أسامحه من كل قلبي وأتمنى له السعادة كمان. طيب حد مثلا بيضربني مهما كان هو مين، أب، أم، زوج، ابن، لازم أوقفه عند حده. أشوف حد مسؤول له كلمة عليه يوقفه عند حده، ولو معرفتش أشوف أي جهة حكومية مختصة توقفه عند حده. اوعي تقبلي انه حد يمد ايده عليكي مهما كان هو مين. انت بني ادمة، ربنا خلقك معززة مكرمة. اوعي تقبلي الاذى باي شكل من اشكاله. لو حد فكر انه يأذيكي او يتطاول عليكي، وقفيه عند حده. ولما توقفيه عند حده وتبقي قوية وشجاعة، وقتها يبقى فهمتي رسالته ليكي، يبقى وقتها تسامحي وتتمني له السعادة من كل قلبك. يبقى اوعي تقولي انك مسامحة وانتي جواكي لخبطة كتير وغير جاهزة لمرحلة التسامح. اشتغلي على كل حاجة جواكي وخلي التسامح اخر حاجة خالص، وهو هيجي لوحده لما يبقى مفيش جواكي ولا غضب ولا حقد ولا ألم. بجد التسامح ده احلى حاجة في الدنيا. تسامح، سلام، هدوء، سكينة كده وراحة نفسية. أتمناها لكل الناس اللي في العالم كله بجد. كده أكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب الحلقة تكون مفيدة لأي حد بيسمعها، وأتمنى لكم من كل قلبي التسامح والحب والتشافي والسعادة والسلام الداخلي. انتظروني إن شاء الله في حلقة جديدة ومفيدة من ياسمين بودكاست. كان معكم ياسمين السكيني.